بعد أن استمعنا الأسبوع الماضي إلى الجزء الأول من قصة الفتاة الجزائرية فاطمة التي تعرضت للاغتصاب من قبل أخيها وأبيها تحت وطأة التهديد بالضرب والتعذيب وحبسها في المنزل، نكمل الجزء الثاني والأخير من تلك القصة المؤلمة التي أعدها الزميل جمال العريبي من الجزائر. وبابا واش كان يدير؟ يستغل كي تكون يما في الزيتون ولا يجي يفتح الباب يدخل يدير رايو ويروح. يعني انت كنت تخافي من الضرب وكنت تتقبلي الامر هذا؟ ديجا كي كنت داخل الدار نمشي كيما نحبوا نخرج يما ما تقبلتش الوضع. الوغ رجع روحك في بلاصتي، تكون داخل البيت غلقين عليك مغلوقه الباب وخلاص سافدير يدخل يدير واش يحب ويخرج. يما سدي خافت من الهضره تاع الناس، خافت تاع واش راح يصرى، خافت ما خمتش علينا. وقتاش خرجت من هذيك البيت نهاري خويا ناض لاختي سدي لا عليه لاختي راح ليها ديريكت. انا عندي اختي هذيك اللي معوقه تشرب كاردينال. بون صبرت، كي تقول لي اختي صبري باك ندخل لونيفرسيتي نكمل قرايتي نديروا الحل. صبرت الناس هكذاك وما خلونيش ترونكيل. يشوفي كيما تخرج خويا يجي يشدني بالسيف وبابا حاجه واحده اخرى كاع. سادير كو خويا تقبلتها بصح حتى بابا ما تقبلتهاش. للدوك تاع بابا ما قدرش نتقبلها بس حاجه واحده اخرى. كي يكون باباك خوك شويه بصح باباك حاجه واحده اخرى. من بعد شربت، اختي كانت تشرب كاردينال، شربت ربع بوايت وصلت للكوما. اختي كانت في اليونيفرسيتي. اختي كي عيطوا لها قالوا لك اختك راهي في السبيطار على بالها بلي كاين حاجه. يعني كانت هي محاوله للانتحار؟ وي هذا هو الحل تاعي، ما عنديش حل واحد اخر. برا كنت خايفتها اكثر من كلش. صدق ما كنتش عندي شجاعه باش نخرج تماك. واحد الخطره نهار اللي عييت خلاص ايما راحت لقت الزيتون، خويا ما كاش، بابا جا شدني بالسيف تاع الشده تاع حاجه واحده اخرى كاع. صديق طلع فوقي ديما رس عليا واش ما لازمش كاع. جاز ولد عمي سمع العياط وسمع الهضره، طبع الطاقه، شاف بابا فوقي اون بلان اكسيون، دوس مع بابا راه عندي يما. قال هو راه راجل، قلت له راح للقهوه يشرب قهوه. قال ما شرب القهوه خليته في الدار. حولك واش دار مع بنتك ولا واش داير. جات يما كي جات يما ماشي نضل تعيط عليه، تعيط عليا انا. يعني ولا واحد من العائله حاول يدخل ولا واحد. يما مقابلتني بابا قاعد، شدت يما تدوك تحكمي في راجلك ولا نروح. قلت ما عندي واش ندير لك والو. ما هدرت ما نطقت ما والو. كنت عندي رونديفو للطبيب اون بليس كي يروح للطبيب يزيد يروح معايا هو. وصلت للطبيب دخلت للسبيطار وبابا عملوا راني في لا كونسلطاسيون. انا خرجت انا هربت. مو كي شافوني وحدي وجمعيه تاع النساء وقاعدين حطتني عندهم. قعدت عندهم 3 شهور. هذوك 3 شهور كانوا يعسوني اذا تجيني العاده تاعي ولا ما تجينيش. وما انا نسيت هذيك ضربه تاع الجن هذاك ما درتهاش كاع في راسي وما كان يعسوا. كي شافوني هذوك شهرين ما جاونيش، نهار 3 شهور قالوا لي ديري تيست. عباك يخرج بوزيتيف قيبه هبلت. هما هبلوني بالعياط وهبلوني بالهضره وانا ما تقبلتش هذيك بليك راني يعني اونسات. هذاك مازال ما تقبلتهاش بك راني حامل. ما كاش كيفاش انا ما عنديش وين نروح ونزيد الطفله فوق ظهري. يعني حاولتي اجهاض ولا؟ حاولت اجهاض، عطيت للطبيب 8 ملايين عطاهم لي خالي ما حبتش تحب. حكمتني لي موغاجي والطفله ما حبطتش. حتى قال لي طبيب ادي دراهمك يا بنت الناس، خفت تموتي هي تقعد لاصقه فيك. قال لي 4 شهور قال لي شوفي درت لك توت واش لازم كاع ما حبطتش. يا بنت الناس تموتي انت وهي ما يصلها والو. يعني حتى عمليه الاجهاض ما فادتش مع على اوغوزمون. مازال سمانه بون باش نولد ماشي سمانه باسكو انا ولدوني في 8 شهور. دار لي ديكلونشمون هذاك الطبيب من شهر يكلك مازال ما وصلتش 9 شهور. دخلت لوبيتال راه لي يشوفك في لي ساج فام واش داروا فيا. يعني
قبلات وي راه لي شوفي كيفاش داروا فيا. انا نقولها ونعاودها. سادير كو ديجا واحده عاديه ما يخلوهاش ترونكيل على بالهم اللي كيولدوا طفل مجهول. قالوا لي نجيبوها لي، قلت لهم ما تجيبوها لي، ما نشوفها ما تشوفنيش. دخلوني لا شومبر، ما تجيو طلعوا عليا، ما شافوني واش كاينه واش ما شافوني واش كاين. وحده شومبر ايزولي وحدي. نوت نبكي، حكمتني لي موراجي هكذا نسيل نورمال، ما داروا بيا ما ريان ديتو. خذهم داك جاتني لاسيستونت سوسيال. واش دات؟ نوض صباح، نوض في الليل بالما بارد دوشت. جات لا فام دو ميناج تعيط، قلت يا اختي خلوني ما عندي واش ندير. باش نرميها ما قدرتش. انا يمنها اللي حوست عليها ما لقيتهاش باش وما نلقاها قدامي وما تقول هي بنتي راني هنا. انا يمنها اللي حوست عليها ما لقيتهاش. وهي تاني نهار ترفد عينيها ما تلقانيش. هذا واش كان في راسي. شوفي تقولي جيتي انت وضربتيني بكف، وراكي واصله بهذا الطريق. قصة مأساوية حقا، وللمزيد حول هذه القصة معنا من الجزائر عبر الأقمار الاصطناعية الحقوقية والمحامية مالية أبو زيد عدنان. أهلا بك أستاذة مالية. يعني جرائم بالجملة في هذه القضية: زنا محارم، اغتصاب، محاولات إجهاض، وأم تتكتم على هذه الجرائم ومولودة بلا هوية. لو نبدأ من حيث انتهى التقرير، مولودة في هذه الظروف ما هو موقفها القانوني؟ من سيكون الاسم أو لمن سيكون الاسم في خانة الوالد في شهادة الميلاد؟ أولا هي لا يمكن أن تنسب إلى مرتكب الجريمة الوالد حسب تصريح الضحية، إلا أن الرواية التي جاءت بها الضحية لها ثلاث جوانب. أولا من الناحية المنطقية كمحامية لا يمكن أن أعتمد على أن الرواية تكون صحيحة 100%. هذا من الناحية المنطقية. من الناحية القانونية فيه 4 جرائم. فيه جريمة زنا المحارم التي يعاقب عليها قانون العقوبات طبقا لنص المادة 365 و 366 من قانون العقوبات الجزائري. فيها أيضا عدم الإبلاغ، وفيها أيضا الإجهاض أو محاولة الإجهاض، وفيها أيضا عدم التبليغ عن جناية محاولة الإجهاض. إذن 4 جرائم. طيب يعني لو بدأنا بهذه المولودة التي لا ذنب لها، لو بدأنا بهذه المولودة التي لا ذنب لها، ما هو موقفها؟ يعني ماذا ستكون هويتها؟ القانون الجزائري أو المشرع الجزائري لا يمكن أن يلحق نسب ناتج عن زنا المحارم. لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تكون المولودة تحمل اسم جدها أو اسم خالها. فالقانون أو المشرع الجزائري يمنع من إلحاق نسب. يمكن أن تحتفظ فقط باسم الأم واسم المولودة التي أطلق عليها أثناء الولادة. هذا من الناحية القانونية. نعم. طيب. نعم الأستاذ أحمد، ولا هناك سؤال آخر؟ نعم. أمام هذه الجملة من الجرائم، يعني لماذا لم تتوجه هذه الضحية كما يعني تقول هي ذلك في التقرير؟ لماذا لم تتقدم ببلاغ؟ وإذا يعني علمت كل هذه الجرائم، هل لأحد غيرها أن يتقدم بهذا البلاغ، ولتكن يعني جمعية إنسانية أو منظمة حقوقية مثلا للتحقيق في هذه القضية والملابسات فيها؟ هناك نعم مفروض الابن العم عندما شاهد من النافذة حسب رواية الضحية الأب يعتدي على ابنته، كان من المفروض عليه أن يتجه إلى أقرب مركز للضبطية القضائية من أجل التبليغ أو الإبلاغ عن جريمة، ولكن هذا لم يحصل. الآن بقي على الضحية أن تلتجئ إلى جمعية حماية الأم والطفل التي هي جمعية معروفة، أو جمعية SOS Femmes en Détresse، وهي جمعية أيضا معروفة. ويمكن لهذه المؤسسة أن تتصل
يتصل بأي محامي ويرفع قضية تطوعا منه من أجل الدفاع عن هذه الضحية، ولكن هذا لم يحصل بالنسبة للضحية السيدة فاطمة. وعلى هذا الأساس يمكن يعني لو احنا كان عندنا علم بالقضية هذه في أوانها كان يمكن أنا أتطوع من أجل الدفاع عنها، لأنها قضية تمس المرأة وتمس الطفل. طيب، يعني بما أنك ذكرت الطفل أو المولود الجديد، يعني أخشى أن يكون فاتني أن أسأل إذا كانت شهادة الميلاد ستحمل اسم الأم فقط، هل هذا يجوز؟ يعني كيف ستتقدم هذه الطفلة لمدرسة، أو كيف ستنال حقوقها كإنسانة يعني بدون اسم أب؟ وهل يمكن يعني تعريض الأب والأخ لاختبارات حمض DNA مثلا للتأكد من هو فعلا يعني يعود نسبها له؟ نعم، يمكن أن تقوم بإجراء فحص الأديان، وهو حاليا متوفر وموجود لدى المشرع الجزائري ويطبق في أغلب المحاكم الخاصة بحق النسب. ويمكن لهذه السيدة أن تتقدم في أي لحظة من أجل طلب التحقيق في النسب، وإذا كان فعلا نسب الأب هو الذي قام بالاعتداء يمكن لها أن ترفع دعوى ضد الأب وضد الأخ اللذان قام بالاعتداء عليها، حتى وإن كانت الجريمة ربما فات عليها 3 سنوات اللي هو تاريخ التقادم. ولكن حالما تظهر النتيجة أن فعلا من قام بالجريمة أو من قام بالاعتداء جنسيا على الابنة أو على الأخت يمكن أن يتابع من طرف النيابة، وهي مستعدة لتحريك الدعوة. والنيابة العامة شديدة في هذا المجال، خاصة في مجال زنا المحارم أو الاعتداء على العقوبة. تصل إلى ماذا؟ إلى ماذا تصل العقوبة؟ 10 سنوات. 10 سنوات، من 5 سنوات إلى 10 سنوات. طيب، وماذا بشأن يعني اسم الأب في شهادة ميلاد الطفلة؟ هل يعني يذكر أي اسم لإنسان آخر أو رجل آخر؟ يمكن أن يبقى اسم الأم، لأنه من غير منطق أن تنسب الحفيدة إلى جدها اللي هي ابنته وفي نفس الوقت حفيدته. يعني هل تعترف المؤسسات الحكومية بمثل هذه شهادة الميلاد؟ هل تعترف المؤسسات الحكومية بشهادة ميلاد كهذه أن لا يكون فيها الاسم الأب؟ نعم 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 تعترف، وهناك من يكفل، وهناك نظام الكفالة المعمول به في جميع الإدارات وجميع المرافق القضائية فيما يخص إثبات شخصية أو الحصول على أوراق إدارية بمختلف أنواعها. طيب، يعني بالنسبة للأم الصامتة، يعني كما يمكن تسميتها في هذه القصة، ما هو الموقف القانوني لمثل هذا الصمت الذي أدى إلى هذه القضية الكبيرة؟ على كل الموقف القانوني يعود للضحية، لأنها هي التي فضلت الصمت، كان عليها أن تلتجئ إلى النيابة، إلى أقرب مركز للضبطية القضائية، وتأمر بتحريك الدعوة، وأن المشرع الجزائري والنيابة في هذا المجال متشددة جدا. نعم. طيب، يعني أنت حقوقية وتعملين في مجال المحاماة، وبالتالي يعني تمر عليك كثير من القضايا. ما هو الغريب الذي لفت نظرك في هذه القضية؟ هل يعني أنت قلت في بداية اللقاء أنها غير منطقية بشكل كبير، ما هو الأمور التي يعني ترينها غير منطقية؟ نعم، سأعيد السؤال. هل تسمعينني؟ أستاذة مالية، هل تسمعينني؟ طيب، شكرا لك الأستاذة مالية أبو زيد عدنان، كنت معنا من الجزائر. نشكرك، ويبدو أن هناك انقطاع في الأقمار الاصطناعية.